في مارس 2014 وقف شاب اسمه شنودة أشرف صبحي قدام وكيل النيابة اللي سأله وقال له ايه ردك على الاتهامات الموجهة ليك بانك بتتخابر ضد بلدك مع تل ابيب؟ رد شنودة كان غريب جدا، قال له ايوه انا بحب تل ابيب وعايز ابقى جندي من جيش تل ابيب، حتى لو لفيته الحبل حوالين رقبتي مش هقدر ما احبش تل ابيب. وكيل النيابة لما سمع الكلام ده استغرب جدا، بدل ما شنودة ينفي الاتهامات كأي متهم بيقف قدامه بالعكس ده بيأكدها. والحاجة الأغرب إن هو لقى على دراعه مرسوم نجم الداود، فسأله وقال له للدرجة دي يا شنودة بتحب تل أبيب؟ فشنودة رد عليه وقال له ده عربون محبة، وزي ما قلت لك أنا بحبهم فعلا. فوكيل النيابة قال له طب مين اللي خلاك تحب الناس دي؟ مين اللي أقنعك بأفكارهم؟ رد شنودة وقال له اتنين خلوني أحبهم، نيكولا حبيبتي وابويا. رد عليه وكيل النيابه وقال له طب نيكولا احنا عارفين ان هي من تل ابيب وطبيعي تخليك تحب بلدها، لكن ابوك ازاي يخليك تحب تل ابيب وهو اللي مبلغ عنك؟ جاوب شنودة اجابه غير متوقعه. عايز تعرف ايه اجابه شنودة وعايز تعرف تفاصيل اول قضيه تخابر مع تل ابيب بعد 30 يونيو وسقوط حكم الاخوان وظهور السيسي في المشهد؟ تابعنا لاخر دقيقه في الفيديو. وفقا لتحقيقات نيابه امن الدوله مع المتهم شنودة اشرف صبحي المتهم بالتخابر، لما وكيل النيابه ساله السؤال ده جاوب شنودة وقال له ابويا هو اللي خلاني اكره مصر واحب تل ابيب، كان دايما يقول لي في طفولتي كلام يكرهني في مصر ويقول لي تل ابيب دي في الاخر هي اللي تنتصر، هم اللي لازم ينتصروا علينا. لكن زي ما قلت لك ان وكيل النيابه قال له الكلام ده مش منطقي لان ابوك هو اللي بلغ عنك. عشان نعرف هل شنودة صح ولا غلط لازم نبدا القصه من اولها. الحكايه بدات لما حصلت خناقه بين شنودة وابوه اشرف، خناقه كل الجيران سمعوها. كان ابوه بيصرخ فيه ويقول له ابعد عن تل ابيب كفايه يا ابني هتودينا في داهيه، لكن شنودة كان مصمم على موقفه وقال له استحاله تبعدنا عنهم، انا بحب نيكولا واستحاله ابعد عن بلدها. وكان دايما بيحصل خناقات بينهم لدرجه ان امه نفسها اتخانقت معاه ورفعت آلة حد عليه اللي خلى شنودة يغلط فيهم كلهم ويقول لهم مهما تعملوا. موقف شنودة ده خلى ابوه يخاف جدا، يخاف ان هو يروح في داهيه هو وعيلته، فراح فورا اتوجه لمباحث سوهاج وبلغ عن ابنه. واول ما قعد مع رئيس المباحث وقال له ان ابني بيرسم نجم الداود على دراعه وبيتواصل مع مواطنين من تل ابيب وعايز يسافر هناك، رئيس المباحث وقتها شك وقال له لا الكلام ده ما تقولوش انا، روح فورا على امن الوطني وبلغهم بكل التفاصيل. وفعلا راح ابو شنودة مقر الامن الوطني وهناك قعد مع ضابط اتكلم معاه في كل حاجه. الضابط ده اخده ووداه لضابط تاني، الضابط ده بقى فاجئ ابو شنودة وقال له تفاصيل مفاجاه، خرج له من المكتب صوره ابنه وقال له مش ده ابنك، احنا راصدين تحركاته من اول ما رجع من جنوب السودان. وحكى له الحكايه من اولها، قال له ابنك بعد 2011 سافر شرم الشيخ واشتغل هناك سواق واتعرف على بنت من تل ابيب اسمها نيكولا وعملوا مع بعض علاقه وخد منها $150. المبلغ ده كان كبير جدا بالنسبه لشنودة لان ظروفه الماديه كانت سيئه جدا، واتوطدت علاقه شنودة بنيكولا وحبها جدا واتفقت معاه انها هتساعده يسافر بلدها، لكن قالت له صعب جدا تسافر من مصر، انا هرجع بلدي واكلمك من هناك، خد الميل ده وكلمني وراسلني. وفعلا سافرت نيكولا تل ابيب وبقوا يتواصلوا وقالت له انا راجعه خلاص شرم الشيخ تاني، وفعلا رجعت، لكن المره دي رجعت مع واحد من بلدها وعرفت شنودة عليه انه صاحبها في الشغل، لكن الحقيقه ما كانش كده، ده كان الضابط اللي جاي يجند شنودة. وكان مهمه الضابط ده انه يكلم شنودة يشوف طبيعته، ازاي يستخدموه، ازاي يتعاملوا معاه، يا ترى هو مفيد في اي مهمه. لقى الضابط ده ان شنودة شخص ساذج جدا مش متعلم تعليم كفايه، فده النموذج اللي ممكن يتعمل له غسيل مخ وباسهل طرق يتم استخدامه، لدرجه ان شنودة وهو قاعد معاهم قال لهم انا نفسي اسافر تل ابيب جدا، انا حبيت البلد دي. الضابط ده قال له صعب يا شنودة تسافر تل ابيب من مصر. شنودة زعل جدا وقال له انا فعلا بحب البلد دي، دور على اي طريقه اسافر معاكم ابقى مواطن من تل ابيب. طبعا شنودة ما كانش يعرف ايه اللي بيحصل في تل ابيب وازاي العرب بيتعاملوا هناك، ده ياكد ان هو كان شخص ساذج وما عندوش درايه وثقافته محدوده. المهم الضابط ده قال له بص يا شنودة في طريق واحد تقدر تسافر منه هو جنوب السودان، احنا هنديك فلوس تسافر لجنوب السودان وخد برضه اشتري كمبيوتر ده اللي هتراسلنا منه. وفعلا اخد شنودة الفلوس وراح لبلده ورجع لابوه قال له السياحه اتضربت بسبب المظاهرات اللي حصلت بعد يناير 2011 ومفيش فلوس وحياتي كلها باظت، انا مضطر اسافر جنوب السودان اشتغل هناك. وفعلا سافر شنودة جنوب السودان، واول ما وصل جنوب السودان راح سفاره تل ابيب سلم جواز السفر عشان يبدا اجراءات السفر لتل ابيب. وحظه السيء ان هو ماشي في الطريق اتخانق مع واحد، الخناقه كبرت جدا ووصلت للقسم وراحوا هناك القسم
وهناك سالوه هو انت جنسيتك فين وفين باسبورك؟ اضطر يقول لهم ان باسبوري وقع عشان كان صعب يقول لهم ان انا سبت باسبوري في سفاره تل ابيب. فكلمت شرطه جنوب السودان السفاره المصريه، وجه مندوب السفاره وعمل وثيقه سفر ورجع شنوده تاني مصر. ولما رجع شنوده مصر فقد الامل تماما ان هو سافر تل ابيب، وهم كمان حسوا ان شنوده كمان مش هيبقى مفيد هناك، فاضطروا يستخدموه في مصر. ولان قدراته كانت محدوده فاضطروا يستخدموه في انشطه ترويجيه، وان هو يعمل لهم جروبات على الفيسبوك ويتواصل وينزلوا مظاهرات يرصد من هناك بعينيه كل حاجه. يمكن تسال نفسك هم مستنيين يعرفوا اللي بيحصل في المظاهرات؟ طب ما الفيسبوك فيه كل المعلومات. لا، المعلومات دي مش دقيقه. اي جهاز مخابراتي محتاج يبقى ليه عين تقول له هل ده فعلا حقيقي ولا لا، عشان بناء على المعلومات دي بيجمعوا كل المعلومات ويعملوا تحليلات وسيناريوهات يبنوا بيها موقف ويحددوا هيعملوا ايه. طبعا زي ما قلت لك ان شنوده كان ساذج جدا، وهم كانوا عارفين ان هو في يوم من الايام هيتكشف لانه ساذج، فبدا يعمل انشطه ترويجيه وبدا يعمل حسابات على الفيسبوك ويتكلم فيها على تل ابيب ويتواصل مع الشباب ويقول لهم معلومات ترويجيه عن تل ابيب، لدرجه ان شنوده كان حاسس فعلا ان هو مواطن من تل ابيب، فغير مكان سكنه في حسابه على الفيسبوك وقال ان هو عايش في تل ابيب، وكمان رسم نجمه داوود على دراعه. ده كان شيء غريب جدا ويدل قد ايه الشخص ده كان فعلا ساذج. طبعا الانشطه دي كانت مريبه جدا للامن، الامن اللي رصد تحركات شنوده كلها من اول ما رجع جنوب السودان وبدا يراقب شنوده ويشوف تحركاته، لكن شنوده غلط غلطه كبيره جدا لما تواصل مع ناس هو عارفهم من شرم الشيخ. الناس دي بتلعب دور كبير في الهجره غير الشرعيه لتل ابيب، وتواصل معاهم وقعد يتكلم معاهم كده. الامن قلق لانه كان بيتعامل مع شنوده ان هو ساذج ومجرد طعم، لكن المره دي كان لازم يتقبض عليه. طبعا زي ما قلت لك في المقدمه ان شنوده في التحقيقات اثبت التهمه عليه، ولما اتكلم وانا بحب تل ابيب وتوجه ليه تهمه بالتخابر مع تل ابيب، وقتها تم احالته لمحكمه الجنايه، رغم ان في اراء وقتها كان بتقول ان شنوده كان ضحيه. في نهايه الفيديو هل انت فعلا شايف ان شنوده يستحق التهمه دي ولا ضحيه؟ شاركونا برايكم في التعليقات، ولو عجبك الفيديو لايك وشير، وتابعونا صفحاتنا على الفيسبوك وقناتنا على اليوتيوب وقناتنا على التيك توك.